السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديت المية التانية للبصل، دي تاني مية. عمر البصل اهو، بالصلاة على النبي. رمينا له ملح اهوت اللوريا وعزقناه. الأرض نضيفة اهيت، بالصلاة على النبي. البصلاية اشتغلت في الأرض. عمر البصل، اللهم صل على النبي. دلوقتي النهاردة 17 بلا 16، النهاردة 18، يا 18 يا 17، النهاردة السبت. عمر البصل دلوقتي ادي شهر بالظبط، عمره 60 يوم. البصل ده بالصلاة حضرة النبي 60 يوم. دي تاني مية ياخدها من بعد الزريع. خد مية المحياه او الارض وحلة على الوحلة على الطري وصومناه، وبالصلاة على النبي المية ديت قعد عليها شهر. اللي هو شربها امبارح ديت كان قاعد عليها شهر. هنا بقى ايه، كنا بنسقي بالفردة. يعني المحياه كانت جاب الفردة كده، وكنت مالي مصطبة وخدت مية. ليه؟ البصلاية ما كانتش هعمل الجدر، عشان لو جرينا البصلاية مش هتتغذى من قلب القلة كده. لكن دلوقتي البصلاية عملت جدر وشعرت اهو. الجدر بتاع البصلاية هنجيب اصغر بصلاية اهي، بالصلاة على النبي. دي كده التومية اشتغلت بتاعت البصلاية كده. بقى يشرب بحساب. يعني سقيناه امبارح. ادي المصطبة ناشفة اهي، المصطبة ناشفة اهي، والقلبية هي اللي فيها اهي واحدة مية. بعد كده من هنا ورايح سقية البصل هتبقى كل شهر، او على حسب جو الارض، او على حسب النطر اللي هينزل. هيشرب بحساب، فهيتأنى كده. بس بعد المياضي القلبية هي واطية، البحرية بتاعت الخط، وهيتعمل بالمحرات. شت اللفت دول هنلمهم اهمت. احنا زارعين حوافي بس لفت للبيت عندنا، واللي يحكم له نصيب في تخليله ولا حاجه اهو. لكن احنا مش زارعين كله. دي بعد الفدايه طالعه بس ايه، ماشيه مع الميه في الطفي بس. ماشي. هنعمل ايه بقى بعد الارض ما تنشف؟ هنجيب المحرات البلدي ان شاء الله باذن الله. هنجيب المحرات البلدي بالحماره، وهنمشي قلبيه بتاعت خط. هناخد كل خط سكه، وهنسيبه اسبوع، وهناخد تاني سكه. كل بسكه بغوط. اللي ماسك لمؤاخذة المحرات بيتك عليه، عايزين غوط. ماشي. بعدها باسبوع هياخد السكه التانيه. بعد السكتين طبعا كل سكه بين سكه واسبوع يعني 15 يوم. السكتين ياخدوا 15 يوم. مع انت بتاخد سكه يطلع ارض ايه من تحت طريه شويه. ماشي.